تكلم عن تنظيم قبول الأجانب في إقليم الدولة. تمام. دلوقتي آه الدولة المفروض لها بعض التنظيمات كده عشان تسمح للأجانب اللي جايين من بره إنهم يدخلوا أرض الدولة. تمام. أول حاجة تنظيم دخول الأجانب. الدولة زمان كانت ليها الحرية المطلقة إنها تدخل الأجنبي ده أو ما تدخلوش لأرضها، ولكن مع التقدم والعولمة وانفتاح الدول على بعضها والمصالح المشتركة قالك لأ، أنا من حقي كدولة إن أنا أقيد الدخول بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، أو أحط تنظيمات خاصة بالناس اللي هتدخل الأجانب، ولكن في المجمل أنا ممنعش حد إنه يدخل دولتي. تمام، مادام مش هيضرني. طيب حلو جدا. طب إيه التنظيمات أنت يا دولة اللي هتحطيها عشان تدخلي الأجانب؟ قال لي أول حاجة الحصول على جواز سفر. يعني إيه جواز سفر؟ حاجة كده عاملة زي البطاقة، فيها اسمك والسلطة المختصة بتوافق عليها وبتختمها، وفيها بياناتك انت داخل تعمل ايه، جنسيتك ايه، ديانتك ايه، يعني زي البطاقة بالظبط. تمام. طيب تاني حاجة، أنا كدولة عشان تدخل الدولة دي لازم يكون حاجة اسمها تأشيرة الدخول. يعني احنا ممكن دايما نحسها مثلا الناس اللي هي بتبقى مسافرة السعودية يقول لك أنا هاخد تأشيرة بالدخول. تمام. نفس الوضع برضو بالنسبة لمصر. تأشيرة الدخول يعني ايه؟ السلطة المختصة بتقولك أنا موافقة إن أنت تدخل دولتي. تمام. طيب حلو جدا. الأصل إن كل اللي داخل معاه تأشيرة الدخول، ولكن القانون قالك عندي استثنائين. ايه الاستثنائين دول؟ قالك مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات من حقه ان هو يعفي الاجنبي من تأشيرة الدخول وجواز السفر. تمام. تاني حاجة من حق وزير الداخلية، يعني القانون اداله برضه حق ان هو يعفي رعايا بعض الدول العربية والأجنبية من تأشيرة الدخول. يعني في ناس ممكن تدخل وما يكونش معاها تأشيرة الدخول، القانون حدد ده. تمام. طيب تأشيرات الدخول دي ايه نوعها؟ قال لي انا عندي كذا نوع. تأشيرات عادية، اللي هي ايه بقى؟ التأشيرة العادية دي طبعا اللي بيدي التأشيرات مصلحة الهجرة، اللي هو الجوازات بمعنى أصح. تمام. آه بيدي نوعين، تأشيرات الدخول العادية، ودي لها نوعين، تأشيرات مقيدة المدة وتأشيرات عادية طويلة المدة. مقيدة المدة يعني ايه؟ أنا أجنبي داخل مصر للسياحة لمدة شهر، دي معناها مقيدة المدة، مدتي بسيطة جدا. تمام. ده فرضا. دي ممكن تمتد لحد 6 شهور. أنا داخل للمهمة دي، داخل للسياحة الفترة دي، داخل للعمل لمدة 6 شهور، أيا كان هي لها مدة. تمام. طيب التأشيرات العادية أو الطويلة دي تأشيرات بقى بتمنح للعمل مثلا في مصر لمدة طويلة. واحد طالب علم هيدرس 3 4 سنين زي ما الناس بتدرس مثلا في الجامعات اللي عندنا في مصر، دي بيبقى مدتها طويلة. تمام. طيب طبعا التأشيرات دي برضو بتتاخد عن طريق مكتب الجوازات. حلو جدا. طيب تاني نوع تأشيرة المرور. تأشيرة المرور دي يعني ايه؟ واحد نفترض جاي من أمريكا عايز يروح السعودية، فعدى على قناة السويس. تمام. دي هياخد منها تأشيرة مرور. تأشيرة مرور يعني إيه؟ يعني موافقة من الجهة المصرية إن هو يعدي على الأراضي عشان يوصل لدولة تالتة، بيمر من عليها. تمام. دي طبعا يعني نقدر نقول تأشيرة المرور دي بتتاخد في نفس المكان، وليكن مثلا قناة السويس هيعدي على قناة السويس بياخدها من قناة السويس. تمام. بس ليها شروط. أول حاجة إن يكون الأجنبي ده مش مدرج من ضمن الممنوعين، يعني مثلا ما يكونش عمل جريمة إن هو تمنعه من إنه يدخل مثلا الأراضي المصرية. تمام. تاني حاجة إن تكون مصر عشان تديله تأشيرة مرور لازم تكون في طريق الدولة اللي هو عايز يوصلها. زي ما أنا قلت أهو، هو جاي من أمريكا داخل على مصر قناة السويس عشان يتنقل، أو البحر الأحمر مثلا عشان يتنقل للسعودية، فهو كده كده لازم يعدي على مصر عشان لو هيعدي مثلا عن طريق البحر أو كده عشان يعدي للسعودية. تمام. فهو مصر تعتبر محطة للبلد التالتة. تمام.
لازم يكون الأجنبي ده حاصل على تأشيرة الدخول للبلد اللي هو عايز يروحها، وليكن مثلا هنا في المثال ده يكون حاصل على تأشيرة السعودية. تمام. طب حلو جدا. في طبعا بعض من الأجانب احنا بنبقى خايفين ان هم ياخدوا تأشيرة المرور ويقعدوا، فعشان كده ممكن الوزارة تطلب منهم مبلغ مالي يبقى موجود في مصرف مثلا، يعني بنك مثلا، يتحط في بنك لحساب الوزارة، بحيث ان هو لو قعد الفلوس دي اخدها انا كدولة وارحله البلد. تمام. طب حلو جدا. تالت حاجة التأشيرات الدبلوماسية. يعني ايه التأشيرات الدبلوماسية؟ طبعا اللي برضو بيديها دي وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية الموجودة بالخارج، هي اللي بتدي التأشيرات دي. التأشيرات دي دايما بيبقوا لفئات معينة كده، مثلا نقدر نقول ايه، السفراء. تمام. الناس اللي هي بتتمتع بدبلوماسية في مصر، السفراء، الموظفين بتوعهم، كده يعني حاجة خاصة بالدبلوماسية. تمام. طيب، رابع حاجة تأشيرات المجاملة. دي تأشيرات بيدوها أو الدولة بتديها لموظفين الهيئات الدولية، الوكالات المتخصصة، مندوبين الدول، حاجة كده مجاملة إن أنت إيه، تعالى اتفسح عندنا في البلد، يعني بمعنى أصح. تمام. ثانيا إقامة الأجنبي في إقليم الدولة. يعني إيه إقامة الأجنبي؟ أول حاجة الإقامة يعني إيه؟ رخصة قانونية أنا بديها للأجنبي عشان يبقى مقيم على الأراضي بتاعتي. تمام. يتمتع بالحقوق والالتزامات. حلو جدا. طيب، أنا عندي دلوقتي واحد أجنبي جه على أرض مصر، قعد سنة 2 3 10 20 أيا كان، ارتاح في المكان، عايز ياخد بقى جنسية الدولة دي. تمام. هنا الدولة تديله حاجة اسمها الإقامة. يعني إيه؟ يعني خلاص أنا اديتك رخصة قانونية وهي أجنبي إنك تبقى مقيم على الأراضي المصرية مدة زي ما أنت عايز طول العمر. تمام. طيب حلو جدا. لو في حالة إن الأجنبي كان داخل بإقامة معينة، ولكن هو خالف الإقامة دي، أنا مثلا كدولة مصرية اديته الإقامة لمدة سنة، هو قعد سنتين. تمام. بدون ما يبقى فيه إذن من مصلحة الجوازات بده، كده أنا كدولة ببعده عن المكان، ببعده عن الدولة على طول. تمام. طيب، الإقامة أو ترخيص الإقامة في الأصل ما بيمتدش غير للشخص اللي واخد الإقامة نفسه، ولكن في هنا استثناء. القانون قال لي لا، لو عند الراجل اللي خد الإقامة ده أولاد قُصّر، خلاص أنا بديلهم الإقامة، أو الزوجة اللي هو اتجوزها وقعد على الأراضي المصرية سنتين وبلغوا وزارة الهجرة بالجوازة دي وبالقعد اللي هم مقيمين على أرض مصر لمدة سنتين من تاريخ الجواز، دي برضه بتاخد الإقامة مع زوجها. تمام. طيب نيجي هنا لحاجة مهمة جدا، وهي أنواع الإقامة. الإقامة الخاصة. الإقامة الخاصة دي يعني إيه؟ قال لي الإقامة الخاصة دي القانون قال 4 حالات، هنا طبعا بيتحافظوا زي ما هم كده بالظبط. أول حاجة الأجانب اللي اتولدوا على أرض مصر قبل منشور رقم 74 لسنة 52 وفضلوا مقيمين لحد قانون 89 لسنة 60، في الحالة دي بيحصلوا على الإقامة. طب حلو جدا. تاني حالة الأجانب اللي فضلوا مقيمين على أرض مصر لمدة 20 سنة قبل القانون رقم 74 لسنة 52 وفضلوا مقيمين لحد قانون 89 لسنة 60. حلو. 3 الأجانب اللي قعدوا على أرض مصر أكتر من 5 سنين، على طول كانت بتتجدد لهم لحد ما صدر قانون رقم 89 لسنة 60. تمام. طيب 4 الأجانب اللي هم كانوا من العلماء ورجال الدين والفن والصناعة والحاجات دي والاقتصاد، يعني بمعنى صح كانوا بيقدموا خدمات لمصر وكانوا مقيمين على أرضها، من حق هنا وزير الداخلية إن هو يديهم الإقامة.
تمام، حلو جدا. طبعا الناس دي بتاخد الإقامة بقوة القانون، بمجرد ما يطلبهم القانون بيديلهم إن هم ياخدوا الإقامة على طول، إلا لو استثناء، إلا لو كان عندهم شرط من شروط الإبعاد. يعني واحد قضى الإقامة أو عمل شرط من الشروط دي، قعد 20 سنة لحد لما صدر القانون اللي هو بتاع سنة 1960، ولكن الراجل ده أصلا بقى مجرم، بقى هارب، عمل جريمة أيا كان، لا أنا ببعده بقى، مش بطبقها عليه. لكن لو متوفر في الشروط تمام بياخد الإقامة. تمام. تاني حاجة الإقامة العادية. يعني إيه الإقامة العادية دي؟ القانون قال لي الأجانب اللي قعدوا على أرض مصر 15 سنة يكونوا سابقين على قانون 74 لسنة 52، وفضلوا مقيمين لحد العمل بالقانون ده، ودخلوا البلاد طبعا بطريقة مشروعة، هنا بديهم إقامة عادية. تمام. طيب الطائفة دي بالذات هم خلاص خدوا الإقامة، حلو، قاموا مسافرين بلدهم لمدة 3 سنين، لا هنا بتسقط الإقامة عنهم. بمعنى إيه؟ القانون قال لي لو في حالة إن هم سافروا بره لمدة 2 سنين بدون عذر مقبول، يعني مثلا واحد سافر كده وقعد مع أهله 2 3 سنين، لا هنا بتسقط عنه الإقامة. طب واحد سافر واتجند تبع دولته، لا هنا ما بتسقطش عنه الإقامة لأنه هنا بعذر مقبول. حلو جدا. طيب، تالت نوع من الإقامة الإقامة المؤقتة. الإقامة المؤقتة دي يعني إيه؟ الأجانب اللي جم مصر عشان يعملوا حاجة عرضية أو وقتية، هنا جهة الإدارة من حقها إن هي تديهم الإقامة ومن حقها لأ. تمام؟ طيب حلو جدا. طبعا لازم جهة الإدارة لو عايزة ترفض منح الإقامة لازم ترفضها لأسباب تتعلق بالنظام العام. تمام، حلو جدا. تالت حاجة بقى الإعفاء من الالتزام بطلب الترخيص بالإقامة. يعني إيه؟ يعني في بعض حالات مش شرط إن هي تاخد ترخيص بالإقامة. زي إيه؟ القانون حددها لي، والحاجات دي بتتحفظ زي ما هي كده. أول حاجة الناس الدبلوماسيين والقنصليين الموجودين في الجمهورية، طالما هم بيخدموا لحساب الدولة اللي هم بيمثلوها، خلاص مش شرط يبقى عندهم رخصة بالإقامة. تمام. طقم السفينة والطائرات والناس اللي واقفة في المينا والمطارات مش شرط يكون عندهم إقامة. تمام. ركاب السفن والطائرات زي ما احنا قلنا. طيب الناس اللي هم من الأجانب المعفيين من شرط الإقامة ده، تمام، في بعض أجانب معفية من شرط ترخيص الإقامة. الأجانب دول إيه؟ لازم يكونوا تابعين لدولة أنا عملت معاها اتفاق بيننا وبين بعض، الرعاية اللي موجودين على أرض بعض، مش شرط ترخيص بالإقامة. تمام؟ طيب الناس اللي وزير الداخلية شاف إن هم يتم إعفائهم من ترخيص الإقامة. تمام جدا. السؤال ده مهم جدا جدا، فناخد بالنا منه ونتقابل في السؤال اللي بعده إن شاء الله.